تفتكر ايه ممكن يحصل لبنت عندها 13 سنة لما تكتشف فجأة انها بتتحول لباندا حمراء؟ وازاي ممكن توازن بين حبها لأصحابها وضغط أهلها ومشاعرها اللي خارجة عن السيطرة؟ النهاردة معانا فيلم مختلف مليان ضحك ودراما ولحظات إنسانية هتلمسك من جوه. تابع معايا للنهاية علشان تعرف اللي حصل لميمي وهل فعلا قدرت تتحكم في الباندا اللي جواها. فيلم النهاردة بيبتدي مع ميمي اللي تمت 13 سنة، وبتتكلم عن إن المفروض كل واحد فينا يحترم باباه ومامته لأنهم هم اللي ربونا وأكلونا وشربونا وعلمونا وكبرونا، فلازم نسمع كلامهم في كل حاجة ونتفوق في دراستنا ونبسطهم. وبعد كده بتعرفنا إنها بنت حرة وسيدة قرارها، وبتعمل اللي على مزاجها، وبتختار حاجتها بنفسها، وبتجيب الدرجات النهائية، وبتلعب الرياضة اللي هي بتحبها. المهم بعد كده ميمي بتروح المدرسة وبنتعرف على الشلة بتاعتها، مريم ودي صاحبتها المقربة، بريا دي بقى المثقفة اللي فيهم، أما أبي فدي المفترية اللي بتضرب العيال في المدرسة. وكلهم بيعشقوا فريق اسمه فور تاون ونفسهم يحضروا الحفلة اللي هتتعمل في مدينتهم، بس ميعادها لسه ما تحددش. وبتوصل ميمي بيتها وبتنظف المعبد اللي مامتها مسؤولة عنه وبيستقبلوا الزوار، وأمها بتتكلم عن جدتهم الكبيرة اللي كانت بتدافع عن حقوق الحيوان، خصوصا الباندا الحمراء اللي كانت بتجيب الحظ ليها ولعيلتها. ده كلام ملناش دعوة بيه. المهم والدة ميمي أم متسلطة ومربية بنتها على إنها تكون شخصية مثالية، وده مخلي ميمي مش عايشة سنها. وهتسألوني فين والد ميمي؟ هقول لكم بيطبخ تقريبا، ودي الحاجة الوحيدة اللي بيعملها في البيت ده. وبالليل ميمي بتكون في أوضتها بتذاكر وبتسرح وبتفضل ترسم رسومات لشاب. الشاب ده شغال في السوبر ماركت، فبتقول لنفسها هو أنا إيه اللي أنا هببته ده؟ وفجأة والدتها بتدخل عليها الأوضة وبتشوف الرسومات وقالت هر أسود، وقدرت كمان تعرف مين الشاب ده. بس إن الأم تهدى وتحاول تسمع بنتها أبداً، ما ادتش نفسها فرصة إنها تفهم أو حتى تسمعها، وما خدتش أي رد فعل اتجاه بنتها لأنها شايفة بنتها ما بتغلطش، وأكيد الشاب هو اللي ضحك عليها. وراحت للشاب في مكان شغله وقالت له لو ما بعدتش عن بنتي هعمل منك بطاطس محمرة. الشاب قال لها أنا معرفش بنتك أصلا يا حاجة، فطلعت له رسومات بنتها وكانت فضيحة. واللي شاف الفضايح دي كلها تيلر زميل ميمي في المدرسة، ولما ميمي روحت قعدت تصوت في المخدة، ولما نامت حلمت بكوابيس، ولما صحيت كانت المفاجأة. راحت الحمام وبصت في المراية لقت نفسها تحولت لباندا حمراء، فجريت على أوضتها وحاولت تهدي نفسها فرجعت لطبيعتها. لكن أول ما تفرح أو تتعصب بترجع باندا تاني، فعرفت إن مشاعرها هي اللي بتحولها، ولما تهدى بترجع لطبيعتها عادي، بس شعرها بيفضل لونه أحمر. قررت ما تقولش لحد حتى مامتها، ولما راحت المدرسة لقت تيلر زع في المدرسة كلها حوار الرسومات بتاع امبارح وبيستفزها، فبتجري قبل ما تتعصب وتتحول لباندا. ولما دخلت الفصل اكتشفت ان والدتها بتراقبها من بعيد، وبتاع الامن اتخانق معاها. ميمي اتحرجت جدا وسط اصحابها وما قدرتش تتحكم في اعصابها وتحولت لباندا، لكن محدش شافها غير مامتها. وجريت ميمي قبل ما حد يشوفها وهربت من المدرسة وبتجري في الشارع وبتخبط في اي حاجة قدامها، وامها بتجري وراها لحد ما ميمي بتوصل بيتها. أمها حاولت تهديها، ولما جه والدها قال إيه ده؟ هو حصل؟ استغربت ميمي إنهم مش متفاجئين وكأنهم كانوا عارفين إنها هتبقى باندا في يوم من الأيام. أمها أخدتها على المعبد وبتحكي لها إن جدتهم ساني كانت بتحب الباندا، ولما رجالة المدينة راحوا الحرب اتمنت ساني إنها تتحول لباندا علشان تحمي بناتها، وفعلا اتحققت أمنيتها. في يوم كان فيه القمر لونه أحمر ودفعت عن مدينتها وبتحمي بناتها، ومن يومها كل بنات العيلة بيتحولوا لباندا لما يوصلوا سن البلوغ، ومشاعرهم هي اللي بتتحكم فيهم. ميمي اتصدمت من اللي سمعته وفضلت تصوت، لكن أمها قالت لها اهدي في حل. ميمي قالت لها ازاي؟ قالت لها في طقوس معينة بيعملوها بيحبسوا فيها الباندا في حاجة زي ما هي حبست الباندا بتاعتها في سلسلة، والطقوس دي لازم تتم لما يكون القمر أحمر، والقمر الأحمر هيكون موجود يوم 25 في الشهر. تاني يوم أصحاب ميمي بيجوا يكلموها من شباك أوضتها عشان ما جاتش المدرسة، فبتتحول لباندا فبيشوفوها وبيتفاجئوا.
ولكن بيحبوا حوار الباندا ده، وميمي ما كانتش مصدقة إنهم بيحبوا الباندا. بعد كده عرفت منهم إن فرقة فور تاون جايين المدينة يوم 18، فعيطت جدا لأنها مش هتعرف تحضر بسبب حالتها دي. فحاولوا يهدوها وفضلوا يغنوا لها وقالوا لها إنهم بيحبوها وهيفضلوا أصحاب للأبد. وباباها ومامتها عملوا لها شوية اختبارات عشان يتأكدوا إنها تقدر تتحكم في مشاعرها. الاختبار كان عبارة عن إنهم يوروها صور لقطط صغيرة، وميمي نجحت في الاختبار لأنها كانت كل ما تنفعل بتفتكر حب أصحابها ليها، فكانت بتهدى. لكنها كدبت على والدتها وقالت لها إنها عدت من الاختبار ده لأنها كانت بتفكر فيها هي مش في أصحابها، وده علشان ما تزعلهاش. فبعد ما عدت من الاختبار اتشجعت وطلبت من مامتها إنها تروح حفلة فور تاون مع صحباتها، وسعر التذكرة كان $200. بس مامتها رفضت طبعا وقالت لها دول عيال ملزقة. ميمي زعلت ودخلت أوضتها وأمها قالت $200 ليه؟ إن شاء الله كانت حفلة تامر حسني مثلا. تاني يوم في المدرسة بتعرف ميمي إن أصحابها أهاليهم كمان رفضوا يروحوا الحفلة، فبيقرروا إنهم يكذبوا على أهاليهم ويروحوا الحفلة من وراهم. بس المشكلة إنهم مش عارفين هيجيبوا تمن التذاكر إزاي. أبي بتطلب من ميمي إنها تتحول لباندا علشان تحضنها وتعرف تفكر على رواق. وفجأة بيدخل عليهم بنات تانيين وبيشوفوا الباندا، وما كانوش خايفين، بالعكس كانوا شايفينها حاجة واو وكيوت. وقالوا لميمي خدي مننا أي حاجة وتحولي الباندا، خدي فلوس، خدي كليتنا، أي حاجة. فشلة ميمي قرروا يستغلوا الفرصة دي وينشروا خبر الباندا في المدرسة كلها، والطلبة يدفعوا فلوس عشان يتصوروا مع الباندا ويلعبوا معاها ويحضنوها. ميمي في الوقت ده كانت مبسوطة جدا وعايشة سنها، وأمها ما كانتش تعرف أي حاجة عن الموضوع ده. وبعد فترة الشلة جمعت الفلوس، لكن اكتشفوا إن اللي معاهم يكفي تمن 3 تذاكر بس. تيلر بيسمعهم وبيستغل الموقف وبيقول لميمي لو حضرتي حفلة عيد ميلادي هديكوا الفلوس اللي ناقصة، ولو رفضتي هتصل بوالدتك واقول لها على كل اللي بتعمليه من وراها. فميمي بتوافق انها تروح الحفلة، وبتروح ميمي البيت وبتستأذن من والدتها انها تخرج. لكن فجأة بيجوا عندهم البيت جدتها وخالتها عشان حوار الباندا، فميمي ما بتعرفش تخرج. وبالليل جدتها بتدخل اوضتها وبتقول لها خطر انك تخرجي الباندا كل شوية، لان ده هيخليها تخرج منك في الطقوس بصعوبة جدا. وبتقول لها كمان ان الباندا بوظت علاقتها ببنتها قبل كده. وبعد ما جدتها بتخرج ميمي بتهرب وبتروح الحفلة. في الوقت ده ميمي بتدخل اوضتها وبتكتشف بالصدفة كل حاجة بنتها بتعملها من وراها، وبتعرف انها راحت عيد الميلاد. وفي حفلة عيد الميلاد بتتفاجئ ميمي ان حفلة فور تاون هتكون يوم 25، فبتبص لصاحبتها وبتقول لها جاتك نيلة، مش انتي قلتي يوم 18؟ وبيكتشفوا ان يوم 18 هيكون في مدينة تانية، وطبعا كده ميمي مش هتقدر تروح معاهم لان ده هيكون يوم الطقوس بتاعها. ميمي بتتعصب جدا، وفي اللحظة دي تيلر بيستفزها، فبتتحول من باندا طيبة لباندا شرسة وكانت هتأذيه. وبتيجي أمها في الوقت المناسب وبتزعق لأصحاب ميمي وبتلومهم على اللي حصل، وبتقول إن بنتها كدبت عليها بسببهم. وللأسف ميمي ما دفعتش عن صحابها وسكتت وخافت تواجه أمها، وبترجع معاها البيت. وبيجي يوم الطقوس ووالد ميمي بيشوف الفيديوهات اللي كانت ميمي متصوراها مع أصحابها في المدرسة وهي باندا، وبيشوف قد إيه كانت سعيدة ومبسوطة. فبيروح لها أوضتها وبيقول لها إن الباندا مش وحشة زي ما أمها قالت لها، وإن زمان الباندا بتاعت أمها دمرت نص المعبد تقريبا وأذت جدتها. دي كانت بسبب والدتها لما جدتها رفضت جوازها من والد ميمي، وقال لها كل واحد فينا عنده جانب فوضوي، والصح إننا بدل ما نتخلص منه نتعامل معاه ونتقبله. وبيبدأوا الطقوس، وميمي بتقعد جوه دايرة وبيعملوا شوية طقوس كده. وفي وسط ما المفروض تخرج الباندا بتفتكر كل ذكرياتها الجميلة معاها، ومش بتكمل الطقوس وبتقرر تحتفظ بالباندا وبتجري منهم علشان تروح الحفلة. وفي اللحظة اللي كانوا بيحاولوا يمنعوها بتقع السلسلة من مامتها وبتتكسر، وبتخرج باندة أمها، بس كانت باندا ضخمة جدا وبتجري ورا بنتها. وميمي بتوصل للحفلة وبتعتذر لأصحابها وبتقول لهم إنها قررت تحتفظ بالباندا. وبيطلع فريق فور تاون على المسرح، وفي هذه اللحظة بتظهر باندة ميمي الضخمة وبتبوظ الحفلة كلها. وميمي كمان بتتحول لباندا
والمشكلة إن أمها ما كانتش عارفة تسيطر على الباندا بتاعتها، فالبندتين بيتخانقوا لحد ما ميمي بتضربها ضربة جامدة وبتقع على الأرض ويغمى عليها، فلازم يدخلوها جوه الدايرة علشان يكملوا الطقوس. فالجدة وبناتها بيتحولوا الباندا وبيفضلوا يسحبوها جوه الدايرة، وكلهم بيفضلوا يسوسوا حوالين الدايرة، وأصحاب ميمي بيغنوا وفرقة فور تاون كمان بتغني لحد ما الطقوس بتتم. وميمي بتروح لعالم ثاني وبتشوف والدتها في سن المراهقة، وكانت بتعيط وقالت لها إنها فقدت السيطرة وأذت مامتها، وإنها زهقت من إنها تكون مثالية ونفسها تعيش حياتها. ودي نفس مشكلة ميمي مع أمها، فبتمسك إيدها وبيمشوا سوا، وكل ما تمشي أمها بتكبر في السن لحد ما توصل لعمرها الحالي، وبيوصلوا للجدة وخالتها اللي بيكونوا مستنيين عند البوابة. والجدة بتحضن بنتها وبتعتذر لها على الطريقة اللي ربتها بيها واللي خلتها تبقى كده، والكل بيعدي من البوابة وبتخرج منهم الباندا. وبتفضل ميمي وبتقول لها والدتها أنا عارفة إنك كنت بتيجي على نفسك كتير علشان تبسطي اللي حواليك، أنا أسفة لو أنا السبب، وحتى لو هتحتفظي بالباندا أنا هفضل فخورة بيكي دايما. ميمي بتحتفظ بالباندا وبتجيلها ثاني شخصيا وبتاخدها للقمر، وبترجع ميمي لعالمها وعلاقتها بوالدتها بتتغير 180 درجة للأحسن، وبتستقبل زوار المعبد وهي باندا حقيقية، وبيجمعوا فلوس من الصور دي كمان، وأمها بتسيبها تخرج مع أصحابها عادي، وفرقة فور تاون نفسهم بيطلبوا يتصوروا معاها. وأخيرا ميمي ومامتها بقوا متفاهمين جدا، وميمي اختارت إن الجزء الفوضوي فيها يكون ميزة مش عيب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الملخص. قولولي بقى في الكومنتات إيه أكتر حاجة شدتكم في الملخص. مستنية آرائكم واقتراحاتكم دايما، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ومستنياكم في الملخص اللي جاي.